انا اكبر من ان انا اغير من حد يعني. كل واحد بيبقى بالعكس، اللي يغير ده يبقى نقص وبيبقى انعدام ثقه. انا الحمد لله واثق في نفسي جدا والحمد لله يعني ليا مكانه كبيره جدا عند الناس وليا مكانه جوه نفسي يعني. طب استنى عشان بنعمل مداخله بس مهمه مع التويتايه الاولانيه. ازيك يا ميدو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ وهيما ازيك يا هيما؟ ازيك يا ميدو عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت اللي قلبت الدنيا عليا والله. ليه يا عم قلبت الدنيا عليك ليه؟ ده بسبب الفالنتاين بتاعك ده. لا يا عم لا، انت بيهمك حد يا هيما؟ حبيبي يا ميدو الحمد لله. يا ريت كان بيهمك حد. الحمد لله عمري ما اخاف من حد، ما تقلقش. ايه الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله يا ميدو حبيبي. طمنا عليك يا ميدو، اخبارك ايه؟ اخبارك يا ميدو؟ انا الحمد لله الحمد لله تمام ماشي كله بخير. طمنا عليك كده، اخر اخبارك ايه؟ والله مفيش اخبار ولا حاجه. انا يعني زي ما الناس عارفه ان من ناحيه الكوره يعني لسه الصيف الجاي ان شاء الله هكون موجود في نادي تاني بس لسه ما اعرفش فين، بس ان شاء الله في انجلترا باذن الله. وبس وماشي بقى بحلل الماتشات في قناه ابو ظبي وعندي اوفرز في قنوات ثانيه والبرنامج بتاعي بتاع قناه الحياه يعني شغالين ربنا يسهل. طيب ميدو، القصه اللي كنت بتكلم فيها مع ابراهيم سعيد عن تويتر، وانتوا من اكتر الاثنين اللي عاملين بلبله في الوسط الرياضي بتغريداتكم اللي كل شويه عمال على بطال زي ما الناس بتقول، وفيها انتقادات لبعض اللعيبه زملائكم، وبعدين اتكلمتوا على ابو تريكه وعارفين قيمته ومكانته عند الجمهور، وبعد كده انت وضحت يا ميدو في احد المداخلات ان القصه دعابه. شايف ان القصه دي زي ما ابراهيم قال ان كل لاعب لازم يبقى عنده تويتر ويتكلم زي ما هو عايز ويقول اللي هو عايزه، ولا لازم يبقى فيه رقابه والواحد يفلتر الكلام قبل ما يقوله؟ لا هي زيها زي اي منبر اعلامي، اكيد ان الكلام يعني بيبقى محسوب عليك، لان معروف ان التويتر ده بتاعك والاكونت بتاعك بيبقى محسوب عليك. فهو القصه كلها هل انت عايز تقول الكلام ده ويبقى عندك شفافيه مع الناس اللي بيتابعوك على الاكونت بتاعك او بيخشوا يشوفوا الاكونت بتاعك، او انت مش عايز يبقى الموضوع كده. في لعيبه بتختار، لعيبه عالميين كبار على فكره بيختاروا ان هم بيقولوا كل ارائهم بكل صراحه على تويتر، وفي ناس بتختار ان هي تبقى الموضوع رسمي شويه. وفي ناس طلعت قالت ان ميدو وابراهيم سعيد عندهم تويتر وفاضيين ومش فاضيين وبتاع، وهم نفسهم عندهم تويتر وما عندهمش 5 فولورز، يعني عمالين يكتبوا ويقولوا يمين وشمال ويتنططوا واعلاميين ويتنططوا. وانا رحت، انا شربت شاي، انا شربت قهوه، انا رحت، انا خارج مع مين، انا خارج مع فلان، ومفيش حد اصلا انترستد ان هو يسمع هم اخبارهم ايه. بس انت زي ما قلت يا بيدو، انتوا نجوم وكل كلمه محسوبه عليكم، فلما تطلع الاعلاميين اللي ما عندهمش 5 متابعين زي ما انت بتقول ما بيغلطوش في حد، انما انتوا بتطلعوا في 140 حرف مصر بتتقلب. لا مش موضوع ما بيغلطوش في حد، هم نفسهم ان هم يبقى ليهم رايهم والناس تسمعهم، لكن هم في ناس كتير بتطلع تقول الناس دي ليه بيطلع كذا وبتاع. في ناس بص يا شيخ، ايا كان انت لعبت قد ايه وعملت ايه ولعبت فين وكسبت ايه وعملت، قصه كاريزما، وقصه ان انت الناس عايزه تعرف ارائك ايا كان انت لعيب كبير ولا لعيب صغير. ممكن تكون لعبت سنه واحده بس تكون شخصيه عندك كاريزما، زي بالظبط الممثل اللي من اول فيلم تعرف هو اراءه ايه لان النهارده خلينا نتكلم بصراحه يا شيخ، احنا النهارده في زمن الناس زهقت من التمثيل وزهقت من الناس ان هي تبقى فيك وان هي تبقى ممثله وبتاع. الناس النهارده عايزه البني ادم اللي يطلع يتكلم بصراحته وبيتكلم بطبيعته وبيتكلم بشخصيته. وانا طبيعتي كده، هو الكلام اللي بقوله وانا مش في الكاميرا هو الكلام اللي بقوله قدام الكاميرا، الكلام اللي بقوله مش على تويتر هو اللي بقوله على تويتر. وابراهيم سعيد نفس الكلام على فكره. ويمكن الحاجات دي صحيح في ناس ممكن تطلع تقول لك ان عملت لهم مشاكل وممكن يعدي كده مليون مره وكذا كذا، زي ما انا مثلا بشوف ناس كتير تطلع تقول لك يا عم ابراهيم سعيد ضيع نفسه. لا انا ممكن اطلع اقول لك ان ابراهيم سعيد كان ممكن يبقى قد كده مليون مره، لكن ما اقدرش ابراهيم سعيد ضيع نفسه. ليه؟ لان النهارده ابراهيم سعيد او القلم مش عشان هو قاعد، الكلام ده هو عارف ابراهيم والناس كلها عارفه ان انا بقوله في ظهره. هنمسك ورقه وقلم كده ونشوف ابراهيم عمل ايه ولعب فين وكسب ايه، والناس اللي تطلع في الاعلام تتكلم دي عملت ولعبت ايه وكسبت ايه. يعني هي السي في شيتوس ما بيكذبش. يعني النهارده نتكلم فلان الفلاني لاعب لانديه
كذا وكذا وكذا، لعب كذا مباراه دوليه، سجل كذا هدف دولي، كسب بطولات كذا، كسب بطولات مع الانديه كذا. القصه ما فيهاش كذب يعني، في الاخر التاريخ ما بيكذبش. ف يعني اتمنى ان الناس يعني دايما ما نحاولش نقلل من بعض. انا معلش انا خرجتك من الموضوع شويه. نحاول ان احنا اللعيبه بتاعتنا ان احنا ايا كانت ان هو ممكن يكون كان يبقى احسن من كده، بس لا ما نحاولش ان هو نحسسه ان هو كل التاريخ اللي عمله وكل اللي هو عمله ده ان هو ما عملش حاجه، لمجرد ان هو راجل صريح، ولمجرد ان هو راجل طيب، ولمجرد ان هو راجل اللي على قلبه على لسانه، اللي في قلبه على لسانه. ما يبقاش ان العقاب بتاعه ان هو عداوات اللي ليه تخليه ان هو تدخله في حته ان هو الراجل ده ما عملش حاجه، لا عمل. يعني هي الصراحه والطيبه يا ميدو تدي الحق لابراهيم او ليك، وانتم من اكثر الشخصيات يعني الطيبين، والناس عارفه ان انتم طيبين جدا، انما اكتر شخصيات بتغلط في زمايلهم في الوسط. يعني اتكلمتوا انتوا الاثنين على ابو تريكه، وانا يعني بعني ابو تريكه لان شيتوس انت قريت انا كتبت ايه على ابو تريكه ولا لا؟ قريت يعني انت لما انت قريت حسيت ان انا غلطت في ابو تريكه؟ وصلت للناس انا، ما خلي بالك 140 حرف بيدي ايحاء للناس ما يعرفوش نيتك، هم بياخدوا الكلام زي كابتن ابراهيم لما اتكلم على كابتن صالح سليم دلوقتي، لولا ان هو وضح دلوقتي كان الناس فاهمه حاجه ثانيه خالص. لا هو لا يعني بعد كده لازم يبقى فيه تويتايه والنيه وحته كده للنيه. وتوضيح لا هو ملحوظ عشان ما ندخلش الناس في حته الغلط ومش الغلط وبتاع. اول حاجه الناس عارفه كويس جدا ان انا ما فيش ابو تريكه انا راجل لا عمري غلطت فيه، ولا انا راجل اسمح لنفسي ولا اسمح له ان انا اغلط فيه. ما فيش بيني وبين ابو تريكه الغلط والكلام ده. انما الكلام واضح وصريح، كان موقف وانا علقت عليه وعلقت عليه بكل صراحه وقلت رايي بوضوح. قلت رايي بوضوح في الموقف نفسه. النهارده عندنا مشكله يا شيبس، اكبر مشكله بتواجه الاعلام النهارده ان احنا عندنا 500 موقع و300 موقع، منهم في محررين بيشتغلوا في المواقع يا شيتوس عندهم 14 سنه و15 سنه. بيبقى عنده الحق ان هو ينزل يكتب مقاله ويكتب خبر عن فلان الفلاني، عن شيتوس، عن ابراهيم، عن ميدو، عن ايا كان بيكتب عن مين. فالموضوع عندنا ما بقاش فيه موضوعيه اعلام. هل عنده 14 15 سنه وعلى موقع الكتروني ده تحسبه اعلامي؟ ما هو المشكله ايه يا شيتوس؟ تمام، بتيجي مثلا برنامج زي برنامجك او برنامج زي بتاع كابتن فلان او كابتن فلان او طب ما احنا كده نحسب الفيسبوك ده موقع اعلامي ونقول ان كل مصر بقوا اعلاميين؟ لا مش قصدي. لا في مواقع يعني مثلا اقول لك حاجه، بيجي مثلا اعلامي عايز ينزل الخبر بالنسبه له خبر حلو مقري حلو، ميدو بيقول كذا، بيروح منزل اللي هو موقع نصكم.com اللي كاتب مش عارف ايه، بيروح كاتب ان موقع نصكم.com قايل ان ميدو قال كذا 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 كذا، والكلام مش على مسؤوليتي. يا ميدو عشان الصيف ده عشان داخلين على الصيف. لا دي حقيقه فعلا. النهارده بيبقى عندك مثلا اعلاميين يا شيتوس بيقولوا مثلا، تمام، بيبقى عنده هو ما بيحبش ميدو، ما بيحبش ابراهيم سعيد عشان مش معلش ما بيكلموش بالليل بيقولوا اتعشيت ايه يا كابتن طيب. وتأمرني باي حاجه والجو ده. طيب اخر حاجه عايز اسالك عليها يا ميدو، اخر حاجه عايز اسالك عليها عشان ما نطولش عليك. دلوقتي انت كنت من اكتر الناس اللي احترفت في انديه كبيره جدا في اوروبا، وابراهيم سعيد من اشهر الناس الموجوده في مصر، وكنتوا بتطالبوا دايما بفصل التقييم او النقد الفني عن الحياه الشخصيه وعن الواحد بيعمل ايه وتصرفاته بره الملعب. انتوا الاثنين بقيتوا متفرغين الفتره اللي فاتت كلها لانتقاد الناس بره الملعب، ده عمل ايه، ده قال ايه، ده علق على ده قال ايه، يعني ما بقيتوش متفرغين. عشان كده النقد اللي جاي لكم ان انتوا ناس فاضيه. ايه رايك على الكلام او تعليقك على الكلام ده ايه؟ يعني ناس فاضيه من ناحيه ايه يا شيخ؟ انا بقول لك انت كنت دايما بتنادي ان يا جماعه ان انا يعني انت بتقيم مثلا الموقف او بتقول على سبيل السخريه بقى او سبيل الدعابه او سبيل اي حاجه او سبيل الجد ان انت علقت على ابو تريكه في موقف ما، علقت على وائل رياض في موقف ما. انا فاضي يعني عشان انا فاضي؟ ليه انت مالك بحياته العاديه؟ يعني ما تنتقده في الملعب، قول موقف في الملعب مثلا. يعني مثلا كان ليك تويتايه انا قريتها شخصيا ودي عجبتني جدا، لما ابو تريكه ما لعبش ماتش السوبر وقلت ان من وجهه نظرك الفنيه ان لازم من وجهه نظرك الشخصيه ان لازم الناس ما يذبحوش محمد ابو تريكه ومش عارف ايه. ده كلام رياضي
كلام في الرياضه. بالظبط طبعا. بالظبط. ده كلام مهم، الناس لما تسمع الكلام دوت يبقى فيه الرياضه اللي احنا عايزينها. في كلام ايجابي بيتقال وفي كلام سلبي بيتقال. زي ما انا بقول لك الكلام الايجابي اللي بيتقال ان بيجي مثلا ايه يقول لك ان الكلام الايجابي اللي بيتقال الناس مش عايزه تسمعه ومش عايزه تكرره، فما بتكرروش في المواقع وكذا وكذا. لما بيجي كلام سلبي بيتقال بياخدوا الموضوع يكبروه كذا. الموضوع مش موضوع سهل زي ما بقول. وبعدين الناس اللي بتقول ميدو فاضي ومش فاضي وبتاع دي، انا بقول لهم يا ريتكم تبقوا فاضيين زيي. يعني يا ريت الناس اللي بتقول كده ومنيت حياتي ان هم يبقوا فاضيين زيي. بس انت مش فاضي؟ يعرفوا انا ايه في حياتي يعني ان هم يعرفوا انا في حياتي ايه وانا راجل كذا ايه وعندي ايه وفي شغل ايه وشغلي ايه. ازاي يقولوا ان ميدو فاضي؟ هو ميدو عشان انا النهارده اتعورت ما بلعبش في نادي والصيف الجاي مستني ان انا العب في نادي او ايا كان حتى لو اعتزلت يبقى انا فاضي؟ انا راجل عندي شركه فيها 300 موظف يا شيتس وعندي شغل بصحى الصبح من الساعه 6 الصبح اشتغل لغايه اخر النهار. ده غير ان انا راجل محلل وراجل عندي برنامجي وراجل عندي حاجتي فازاي النهارده لما يجي واحد ما يسواش 3 مليم واحد قاعد بشبشب في البيت يقول لك ميدو فاضي؟ الكلام ده يبقى بالعقل، الناس تعقل الكلام قبل ما تتكلم. طيب ميدو انتخابات الرئاسه في ناس كتير. اسمعنا شيء بس اتكلم النقطه دي ثانيه واحده. كمل. مش معنى ان النهارده ميدو يعني اختار ان هو ما يكملش الموسم مع فرقه. كان ممكن اروح العب في فرقه على فكره، لكن انا اختياري ان انا كنت استنى لغايه ما ابدا الموسم الجاي. او ميدو النهارده قال انا هعتزل مش هلعب كوره تاني. هعتزل مش هلعب كوره تاني. مش معنى كان هو راجل فاضي. تمام. انا راجل عندي 3 اولاد وراجل اب وعندي شركتي وحاجتي وشغلي وحياتي. ما ينفعش ان يجي ناس ما تسواش 3 مليم تقول ان ميدو فاضي. لا خلاص وضحنا القصه دي وتمام. تقول ان ميدو فاضي زي ما بقول لك عندهم تويتر وبيكتبوا كلام لكن ما فيش اي بني ادم اصلا انترست ان هو يسمع هم بيقولوا ايه. طبعا. تمام. طيب اخر حاجه ميدو عشان بس سريعا قصه انتخابات الزمالك ايه؟ في كلام بيتقال او مطالبه من بعض جماهير نادي الزمالك ان هم عايزينك تنزل انتخابات رئاسه نادي الزمالك. والله بص يا شيتوس القصه دي طبعا يعني اول حاجه الناس لازم تعرف ان انا اصلا مش عضو في نادي الزمالك. يعني انا مش عضو في نادي الزمالك عشان يبقى لي حق ان انا اخش انتخابات نادي الزمالك. الحمد لله ان انا اخش انتخابات نادي الزمالك ده جمهور نادي الزمالك كله بيطلب مني كده وقاده الوايت نايتس كلهم يعني احياء يرزقون كلهم لسه مكلميني الاسبوع اللي فات وطلبوا مني طلب كلهم يعني 20-30 واحد ان انا اخش الانتخابات. انما انا راجل قلت لهم ان انا الموضوع ده بعيد تماما عني وانا مش انترست. انا امنيت حياتي ان انا اخدم نادي الزمالك يعني من اي مكان سواء انا موجود او مش موجود. لكن موضوع الانتخابات نادي الزمالك ده انا بقول لك انا اصلا مش عضو في نادي الزمالك عشان اخش انتخابات رئاسه نادي الزمالك. تمام. هتساند مين؟ مستشار مرتضى منصور ولا الاستاذ ممدوح عباس؟ والله بص يا شيتوس ما فيش حد يعرف مين لسه هيخش عشان تعرف. لو هم الاسمين دول الموجودين، لو هم الاسمين دول اللي هيخشوا بس. انا بقول لك ان في احتمال كبير وده الكلام ده انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. في احتمال كبير يتعدى نسبه 80% ان ممكن الاثنين ما يخشوش. ليه؟ انا بقول لك ما انا عارف يعني ممكن الاثنين ممكن ما يخشوش. يعني فالناس اللي بتقول تكهنات ان مرتضى وممدوح واستاذ مرتضى واستاذ ممدوح وبتاع هو ديفينتلي خلاص يعني ديفينتلي ممدوح عباس مش داخل انتخابات نادي الزمالك. ده انت متاكد منها؟ ده معلومتك ايه بقى؟ مصدرها ايه؟ معلومتي الناس اللي شغاله ممدوح عباس مش داخل ممدوح عباس هيخش انتخابات نادي الزمالك بأنهي وش يا شيخ؟ بأنهي وش يعني هو ان هو فتح الجيم. ان هو عمل عشان ايه؟ لا عشان اخش انتخابات انا نادي لازم اكون قدمت بياضي زي ما بيقول لك بياضك فين عملت ايه يا حبيبي؟ مش هخش كده. فدي حاجه مش محتاج كلام وانا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه ممدوح عباس مش هيخش انتخابات نادي الزمالك مره بس هو ممكن يخش بوش ان هو محقق نتائج كويسه في الدوري واول متصدر المجموعه بتاعته واخد الفول مارك زي ما بيقولوا والقصه ماشيه كويس. يا راجل قول كلام غير ده. قول كلام نحترم الفكر الناس اللي بتتفرج علينا والمشاهد اللي بيتفرج علينا. الدنيا هو ده الكلام الواقع وانا ما بقولش كذب انا بقوله حقائق. فرقه نادي الزمالك الواجهه فريق كره القدم بيبقى هو الواجهه بتاع النادي ماشي كويس. يا شيتوس انتخابات الانديه الكبيره مش نتائج فرق ولا نتائج فرق رياضيه ولا كذا كذا كذا. انجازات تبقى انت عملتها ووعود انتخابيه نفذتها. النهارده النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله مش عايز اعمل مقارنه. النادي الاهلي بيفتتح فرعه الثالث في 6 اكتوبر. النادي الاهلي عنده القناه بتاعته عنده اللي عنده الفان شوب الفان ستور بتاعه. الناحيه التسويقيه بيدخل النادي 150 مليون جنيه. كل الكلام ده احنا عندنا في نادي الزمالك لسه حتى ما بنفكرش ان احنا
يعني يعني نخش اول خطوه اللي الاهلي سبقنا فيها. النادي الاهلي قدم للاتحاد الافريقي ان هو يبقى اول نادي محترف في القاره الافريقيه. هل الناس دي في دوله وفي عالم غير اللي احنا عايشين فيه؟ عندهم القصه الاقتصاديه غير اللي احنا عايشين فيها، ولا احنا نفس الدوله؟ البعد من بيننا وبينهم 3 كيلو نعدي الكوبري ننزل نبقى عندهم. الناس اللي موجوده في نادي الزمالك وخاصه الاستاذ ممدوح عباس ليسوا على قدر المسؤوليه ان هم يديروا نادي بحجم نادي الزمالك. الكلام ده كل الناس اللي في نادي الزمالك، بل ان انا اقول لك ان هذا المجلس وخاصه استاذ ممدوح عباس هو اسوأ رئيس نادي جه في تاريخ نادي الزمالك. الاسوأ على الاطلاق، ما ينفعش نقارنه بينه وبين اي رئيس نادي اخر، سواء على مستوى الانجازات والبطولات الرياضيه او سواء على ما فعله للنادي. تعال اخدك النهارده يا شيتوس يا ريت كده نجيب كاميرا للبرنامج بتاعكم واخدك امشيك جوه نادي الزمالك، هتعيط. كراسي مكسره، جناين رمل، الاولاد اللي بيلعبوا في التراب هيجي لهم سلم من اللعب. نادي الزمالك المجلس ده بقى له موجود، ما حدش حتى فكر فيهم ان هو يعمل جنينه للاعضاء. هتقول لي ان هو لما يكون في انتخابات مجلس اداره هيخشوا انتخابات مجلس اداره؟ يعني انت شكلك بتساند مستشار مرتضى. انا ما بساندش حد، انا بساند الاصلح لنادي الزمالك. استاذ مرتضى منصور عنده وجهه نظر ان انا ولما اتكلمت معاه وكلمنا ان هو ما خدش فرصته. بيقول ان هو ما خدش فرصته، وان هو اول ما مسك طلع بعد كده الحكم ان هو ان هو يمشي، وان هو بيقول ان هو ما خدش فرصته. نتمنى لو في نصيب ان هو يبقى رئيس نادي الزمالك ان هو ال4 سنين اللي يقعد فيهم ان هو يطور من النادي، يعمل اي حاجه للنادي اللي جمهور نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك نفسهم حلم حياتهم يشوفوا نادي الزمالك. يعني مش هقول ان هو نادي يبقى راقي يبقى 100% و150%، يبقى فيه بس الحاجات البدائيه البيزكس اللي الناس حتى شيتوس اعضاء نادي الزمالك حوالي 25,000 عضو في الجمعيه العموميه، اللي بيروح نادي الزمالك لا يتعدى 2500 عضو من كتر اللي شايفينه جوه النادي. اتمنى ان اي رئيس نادي الزمالك يمسك ان هو يرجع اعضاء نادي الزمالك لنادي الزمالك مره ثانيه. نادي الزمالك واحنا صغيرين يا شيتوس كنا بنمشي نشوف الستات والمدامات والناس النظيفه والعائلات. النهارده نادي الزمالك انا عايزك تروح تشوف ما بقاش في حد، العائلات اختفت من نادي الزمالك. الناس العائلات المحترمه خايفين ان هم يودوا اولادهم وبناتهم نادي الزمالك، لان النادي مفيش خدمات. حاسس ان مفيش خدمات، مفيش خدمات. النادي مستواه يعني بيقل كل شويه، بيقل. نتمنى اي رئيس نادي يمسك ان هو يبقى على قد طموح الاعضاء، والكلام اللي يقوله في الانتخابات يبقى فعلا على قد الكلام اللي هو يقوله، ويعمل نادي الزمالك يرجعه تاني نادي الزمالك اللي احنا طول عمرنا كنا بنتمتع بيه. احنا كنا بنروح يا شيخ، انا اسف طولت عليكم، كنا بنروح نادي الزمالك نقعد من الساعه 9 الصبح ل 10 بالليل، نقعد نتبسط وننزل الميه وننزل البسين ويبقى في اوض نظيفه ومطعم نظيف. كنت وانا في نادي الزمالك يا شيتوس وانا في ناشئ وانا عندي 13 سنه و14 سنه كان قبضي 500 جنيه وباخد مكافاه ماتش كذا، وكان الناس كلها حلمها انها تلعب في نادي الزمالك. ناشئين نادي الزمالك يا شيتوس السنه دي انت كده غني يا ميدو. انت غني يا ميدو. ابراهيم سعيد كان بياخد 100 جنيه بس. انا بقول لك انا كان قبضي وانا عندي 14 سنه 500 جنيه. النهارده ناشئين نادي الزمالك بيتمرنوا في مدرسه السعيديه. عارف مدرسه السعيديه؟ بيتمرنوا فيها، مفيش ناشئ بيتمرن في جوه نادي الزمالك. طب ميدو انت نازل مصر امتى؟ نادي الزمالك نازل مصر. في وشي كده؟ وش. طب عايزين نعمل معاك حوار كده، هتفق معاك بعد الهوا ان شاء الله، نعمل حوار بقى مفصل بشكل كبير عشان نتكلم في كل حاجه. طيب وانا هيما رساله اخيره لهيما. يا ميدو ايه يا حبيبي؟ اوعى تخلي حد يحط جوه دماغك ان انت ما عملتش وانت وكنت وبتاع. قول لهم الراجل والجدع والذكر اللي يعمل اللي انا عملته. ربنا يخليك. صحيح قول لهم امكانياتي كان ممكن العب في اكبر نادي ماشي، بس برضه الذكر يعمل اللي انا عملته. صح. ده يخلي ده مبدأك. وانت ميدو والله انت لعيب كبير والناس كثيره جدا. انا والله الناس اللي بتقعد تتكلم عليك ديت يعني بجد انا يعني كانوا بيتمنوا ان هم والله كنت بشوفهم بيقعدوا على القهاوي بيستنوا الماتش بتاعك وبيلبسوا فانيلاتك يعني فاهم. غريبه والله يعني. قال لك انت ما لعبتش، انت فشلت يعني. اكتر واحد احترف في اكبر انديه في العالم وانت فاشل. ميدو نادي الزمالك محتاج شيكابالا ولا لا؟ محتاجه.
شيكابالا هو في لعيب كوره في مصر زي شيكابالا شيتوس؟ هو في لعيب كوره، انت راجل لعيب كوره، في لعيب كوره في مصر زي شيكابالا يقدر يعمل نص اللي شيكابالا بيعمله جوه الملعب؟ ماشي يا ميدو، مستنيك. ربنا يوفقك يا ميدو والله. شكرا يا ميدو، ربنا يخليك. ويعني ارزعنا تويتايه بقى اول ما نخلص. يا ريت. طيب نطلع لفاصل وبعد كده ارجع بقى نتكلم مع هيما عشان نخش بقى